كلية حاسبات وذكاء اصطناعي كلية جديدة أول مرة اتبنت في مصر سنة 1996 على عكس معظم الكليات التانية اللي تاريخها طويل جدا جدا. وعلى الرغم من كده حاسبات دلوقتي متربعة على عرش كليات القمة ومش أي حد يدخلها، عشان هناك أنت مش بس بتذاكر وبتاخد كلام عادي، إنما أنت بتحط نفسك في مكان المستقبل رايح له، أو على الأقل ده اللي احنا شايفينه دلوقتي. مستقبل كل حاجة فيها تبقى بالكمبيوتر والبروجرامرز هم أساسه. وده اكيد مش معناه ان الكليه هتخليك بروجرامر، كلنا عارفين ده طبعا، بس انت هتكون في كليه حاسبات العظيمه. فليه بقى تسيب كل الكليات اللي تاريخها اضعاف اضعاف حاسبات وتدخل هنا بقى؟ عشان كده خليني النهارده اكلمك على المميزات وايه الحاجات اللي هتكون مكسب كبير جدا ليك، وهتخليك تشكر نفسك كل يوم انك اخترت كلية حاسبات عن الكليات التانية، او بمعنى تاني لو هي اختارتك عشان المجموع وكل الكلام ده. والعيوب، الحاجات اللي هتزهقك في عيشتك وتخليك تضرب نفسك كل يوم 100 قلم انك دخلت الكلية دي، عشان لو قدامك اختيار فتتأكد انك تكون اخترت صح في الاخر بناء على تجربة ابن من ابناء الكلية دي. طيب قبل ما تشوف الفيديو، انا دلوقتي جاي من بيهايند ذا سين الكواليس هنا، لسه مخلص مونتاج الفيديو حالا. بس قبل ما تشوفه عايز اقول لك حاجه مهمه، لازم تشوف الفيديو كامل، تشوف المميزات وتشوف العيوب وتشوف حتى الخاتمه، عشان في الفيديو انا بحاول اوريك الصوره كامله عن الكليه دي. مش عايزك تشوف بس المميزات وتحب الكليه بقى وتخش تقدم وانت اعمى، ومش عايزك تشوف العيوب وتكره الكليه وكده، عشان بس في الفيديو انا بحاول ارسم لك الصوره كامله في التجربه بتاعتك اللي انت لو ناوي ان شاء الله تخش الكليه هتاخدها. لازم تشوف الفيديو كامل. وبس يلا سيبك تكمل. مبدئيا كده كونك دخلت حاسبات فانت قدامك اختيارات كتير جدا للشغل. مجال الكمبيوتر بشكل عام مفيش حصر اصلا للحاجات اللي انت ممكن تتعلمها او الشغلانات اللي ممكن تشتغلها. يعني خد عندك سوفت وير انجينير، ويب ديفلوبر، داتا ساينتست، داتا اناليست، سيستم اناليست، داتابيز ادمنستريتور، نتورك انجينير، اي تي سبورت سبيشالست، موبايل اب ديفلوبر، جيم ديفلوبر، يو اي يو اكس ديزاينر. بص في حاجات كتير جدا لدرجه ان انا اصلا ما اعرفش احصرهم لك كلهم في فيديو واحد كامل. وفي نفس الوقت في الغالب اي شغلانه من الشغلانات اللي خريج كمبيوتر ساينس ممكن ياخدها بتديله فعلا راحه ماديه كويسه. يعني على سبيل المثال متوسط السوفت وير انجينير في مصر بيتراوح من 14 ل 28 الف جنيه مصري. ده غير المميزات اللي في الغالب الشغلانه دي بتوفرها بسبب ان انت دايما شغلك على اللاب، فممكن تشتغل من اي مكان باللابتوب بتاعك ده. وده مش معناه ان ده سهل اطلاقا طبعا، بس اللي عايز اقوله ان الشغلانات بعد الكليه دي او بعد المجال ده مليانه فلوس، حرفيا مليانه فلوس. بس ده بقى يجيبنا لسؤال تاني، هل انت فعلا بعد ما تخلص الكليه بتاعتك هتقدر تشتغل وهتلاقي شغل اصلا؟ طيب اسمعني وخليك انت تحكم. انت تقدر تدخل المطبخ من غير سكينه؟ تقدر تلعب بلاي ستيشن من غير دراع؟ تقدر تشغل مروحه من غير كهرباء؟ طب تقدر انك تستخدم الانترنت من غير مبرمج او ديفلوبر؟ ازاي بقى؟ اكيد لا. واكيد انت عارف ان مع دخول الذكاء الاصطناعي بقت بتظهر حاجات يوميا لا حصر لها متعلقه بالكمبيوتر ومتعلقه بالشغل ده، تحديثات بالنسبه لاي مجال تقريبا، كل حاجه دايما اساسها الكمبيوتر. بس في الاخر ده كله برضه وشغلك والحاجات اللي انت هتشتغلها ده كله هيتوقف على مدى كفاءتك ومعرفتك ومعارفك بالناس اللي تقدر توصلك للشغل ده او الاماكن اللي موجود فيها الشغل ده. اصل اكيد يعني مش طبيعي انك هتتخرج من الكليه تلاقي ايلون ماسك مستنيك على باب الكليه بيقول لك يلا بينا على سبيس اكس. مش كده؟ اللي عايز اقوله بشكل عام ان المجال ده مليان فعلا فرص كتير جدا جدا، من اول عدد الشغلانات التي لا حصر لها والحاجات اللي انت ممكن تتعلمها، لغايه الفلوس اللي انت ممكن تعملها والعيشه اللي انت تقدر تعيشها لو انت فعلا قدرت انك تستغل المجال ده صح وقدرت انك تتعلم حاجات بشكل كويس وتوصل لشغل كويس في المجال ده. عشان زي ما هو واضح اكيد كل اللي في حاسبات دلوقتي عارفين ان فعلا ده كنز ما بيخلصش لو انت فعلا قدرت تستغل الكليه دي صح. فيا جماعه المجال ده واسع جدا جدا، وكونك بتفكر انك تكون شخص في المجال ده فده هيكون بمثابه البوابه اللي هتخليك تبص على اي مجال حرفيا الدنيا دلوقتي رايحه له والناس كلها شغاله عليه. عشان مفيش مجال حرفيا دلوقتي مش داخل فيه الكمبيوتر، مش داخل فيه شخص خريج كمبيوتر ساينس من الاخر. فدلوقتي ممكن نعتبر ان من المميزات الاولى للمجال ده هو انك هيكون ليك علاقه باي شغل حرفيا في الدنيا. اي حاجه هتلاقي الدنيا بتتوجه ناحيتها واي تطور واي حاجه لازم يكون في شخص تبع كمبيوتر ساينس. فانت لو قدرت تستغل ده بعد ما تتخرج بشكل صح انت هيكون معاك فلوس بالهبل ده طبعا. يعني ان شاء الله نكون احنا من اهل الفلوس اللي بالهبل دي يعني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. او برضه زي ما واحد من الامثله الشعبيه تقريبا بيقول وريني انت مصاحب مين او من الدايره بتاعتك وهقول لك انت هتكون فين كمان 5 سنين او حاجه زي كده. وهنا الكليه مميزه في حاجه زي كده عشان مجال الكمبيوتر ساينس اطلاقا اطلاقا مش سهل ومش اي حد ممكن يحبه او ينجح فيه. وفي نفس الوقت الكليه نفسها اصلا مش بتاخد من مجموع صغير بعد ثانويه عامه، فنتيجه لكده هتلاقي ان معظم الناس اللي ممكن تتعرف عليهم وتصاحبهم او تقعد معاهم هناك
في الغالب هيكونوا صحبة كويسة، ناس عايزة تتعلم وبتحب تتعلم، او ناس مجتهدة جدا طول عمرها وعندها طموحات وحاجات عايزة تعملها. هتكون في بيئة حرفيا مليانة ناس عايزة تتعلم، وهتكون محاط بدايرة بناس تفكيرها كويس جدا، وبالتالي هيكون عندهم فرص اكتر بكتير. وبالتالي كونك من شخص من الدايرة دي فانت هتكون عندك فرص كتير برضو، او اكيد برضو على حسب اختيارك لصحابك. بس كونك محاط بناس او عندك صداقات كلها بتسعى لحاجه معينه، او كلها عندها طموحات، كلها بتشتغل وكلها بتسعى مثلا على سبيل المثال انها تعمل فلوس، فانت على الاقل هيكون عندك معارف كتير جدا، وهتكون فرصتك انك تنجح اكبر واحسن بكتير، وبالتالي هيكون عندك حياه احسن ان شاء الله طبعا. وهنا مش بقول ان طلاب كليه حاسبات كلهم ملايكه وانت هناك بقى على طول هتوصل لهدفك وزي الرمح المنطلق وبتاع، لا، بس اغلبيه الناس اللي هناك دماغهم كويسه وناس بتفكر وناس عندهم طموحات، والا ما كانوش وصلوا للكليه دي. فانت هتكون في مكان وحواليك ناس كلها بتسعى انها تكون حاجه احسن من دلوقتي، فطبيعي انك هتكون احسن بكتير من دلوقتي. فالبيئه في حد ذاتها دي لوحدها مكسب كبير جدا ليك. والحاجه الثالثه وهي المتعه. على الرغم من ان المجال فعلا رخم وانك بتتعب عقبال ما بتتعلم وكده، بس فكره انك لما تيجي تكتب كود او تبرمج او تبني حاجه فعلا من الصفر لغايه اما تكبر وتلاقيها بتشتغل، فعلا حاجه ممتعه جدا جدا يا جماعه. يعني على سبيل المثال، لو انت فضلت تحل في مساله على كود فورسز 3 او 4 ساعات وعمال تجيب رونج انسر في رونج انسر ويطلع بيك العداد لغايه 100 مثلا، فلما بعد 4 ساعات لما تجيب اكسبتد الارض حرفيا ما بتبقاش سايعاك من كتر الفرحه. بس اللي عايزك تركز عليه هو انك بقالك 4 ساعات بتحل في مساله، انت تحس ان الرقم ده كبير مش كده، بس فعلا وانت بتحل انت اصلا مش بتحس ان الوقت ده بيعدي عليك. وهنا بقى لو الحاجه اللي انت بتعملها دي ممله، فانت كنت هتقضي الوقت ده كله فيها؟ اكيد لا. وغير كده المسابقات والجروبات والبروبلم سولفينج والحاجات التنافسيه دي كلها بتدي للكليه معنى ومفهوم تاني عمرك ما هتعرفه، وعمري ما اعرف اشرحه لك غير لما تجربه فعلا. وده على عكس اي كليه تانية تقريبا. انت في اي كليه او اي مجال انت بتدرسه او كده مش بيكون فيك قدر المتعه او قدر التنافسيه الشديده جدا اللي موجوده في البروبلم سولفينج، اللي هو جزء لا يتجزأ من الكليه دي. بس كتابتك لكود من الصفر وانك بتبني حاجه من صفحه بيضاء حرفيا لغايه اما بتكبر وتلاقيها بتشتغل معاك مره واحده، ده فعلا لما الحاجه دي تشتغل انت بيجي لك شعور ما يتوصفش اطلاقا. فالمجال ده على الرغم من ان هو صعب شويه وانك بتقعد شويه حلوين عقبال ما تتعلم، الا انه فعلا فعلا ممتع جدا بشكل ما يتوصفش، وفي تنافسيه جامده جدا جدا. واي حد هيجرب المجال ده وعنده روح تنافسيه شديده او بيحب ان هو يكتب كود وكده ودخل في مجال بروبلم سولفينج والمسائل وكل الكلام ده، فالجزء ده من الكليه هيكون بالنسبه له زي الجنه على الارض حرفيا. انا اعرف ناس والله شخصيا، والله يعني ما بيقوموش اصلا من على الجهاز، اللي هو ايه لما يجي يسيب المسائل او كود فورسز مثلا، يا ابني قوم شوف لك حياه يا ابني، فاهم؟ هو قاعد 24 ساعه بيكود. انت عمرك لو انت مش مستمتع مثلا او لو مفيش حاجه تنافسيه او كده، انت عمرك ما هتقضي الوقت ده كله بتعمل حاجه الا لو انت بتحبها، فاهمني؟ بس ده هيجيبنا لنقطه تانية خالص، وهو انك لما تكون قادر تكتب كود وتتعلم المجال ده، انت فعلا مش هيكون في فكره هتيجي على بالك او حاجه انت عايز تنفذها هيكون في حاجه معطلاك لان انك تنفذها. اي فكره هتيجي في دماغك او اي برنامج انت عايز تعمله فورا هتنفذه. غير طبعا ان دلوقتي الكمبيوتر في كل حاجه في حياتك، فانت لو عملت برنامج هيسهل عليك كل حاجه، واي حاجه انت عايز تعملها انت قادر تعملها. فدي في حد ذاتها حاجة رهيبة جدا يعني جدا. وفي عز كل المميزات دي ومميزات اكتر بكتير للكلية، هي برضو لها عيوب، عيوب رخمة، عيوب هتزهقك في عيشتك. بداية بالإنجليزي، وهو المشكلة اللي ممكن تكون حتى بتقابلك دلوقتي قبل ما تدخل الكلية. حتى دلوقتي كمبيوتر ساينس أو مجال الحاسبات بشكل عام هو متاخد من الجامعات الأمريكية أعتقد أو جاي من بره ومش مترجم عربي، وده طبيعي عشان أنت أصلا في الأساس الكود اللي أنت بتكتبه هو أقرب للإنجليزي. فاللي عايز أقوله إن المجال ده حرفيا كل حرف في المنهج فيه بالإنجليزي، من أول حرف في المنهج لغاية آخر حرف في المنهج كله إنجليزي. لا انت كمان اي سيرش او اي حاجة انت بتفكر تدور عليها عن المجال ده هتلاقيها متوفرة بشكل احسن واكتر بكتير بالانجليزي. فالانجليزي نقطة لا غنى عنها تماما لو انت بتفكر باي شكل من الاشكال يكون لك اي علاقة بالكلية دي، واللي في الغالب اكيد مش هتكون مشكلة بالنسبة لك كونك جايب اصلا مجموع كبير يدخلك كلية حاسبات في ثانوي. بس خلينا دلوقتي نفترض انك دلوقتي فعلا عندك مشكلة في الانجليزي. ايه اللي انت المفروض تعمله؟ اللي ممكن تعمله هو الكام شهر الاجازه اللي معاك دلوقتي ممكن تستغلهم تذاكر فيهم، تحفظ كلمات انجليزي وتقرا عن الجرامر اكتر، تفهم الجرامر وتتعلمه، تسمع افلام بالانجليزي وتحاول تفهم، تعمل جروب يكون فيه انت واصحابك وتتكلموا بالانجليزي، بس تكلم حد معين واحد صاحبك تتصل عليه وتتكلموا مع بعض انجليزي. فكر بالانجليزي وخلي حياتك بالانجليزي كله في الشهرين دول، او تبقى في غنى عن ده كله وتعمل لنفسك خطه كويسه
مع مثلا قناه زي امريكان انجلش او حاجه زي كده، تمشي عليها بحيث ان تطلع من الشهرين دول ما يكونش الانجليزي عائق بالنسبه لك باي شكل من الاشكال، تكون قادر حتى انك تسمع الفيلم بالانجليزي مثلا وتكون فاهم على الاقل 60 70% من اللي بيتكلموا عنه واللي بيقولوه. وفي الاخر انا متاكد ان دي مشكله لها حلول كتير جدا، وانا عارف انك مش هتغلب لو دي فعلا مشكله بينك وبين الكليه دي وانت فعلا عايز تدخل الكليه دي. فده مش عائق اطلاقا، والانجليزي مش عائق لو انت اصلا بتفكر تدخل الكليه دي. بس خلي في دماغك انك لو دخلت الكليه وانت مش عارف انجليزي هتبقى زي الجحيم بالنسبه لك حرفيا. مش هتلاقي نفسك انك مش فاهم حاجه من اللي بيتقال، غير اصلا كده انت مش هتكون فاهم المنهج. يعني انت فاهم، انت اصلا مش فاهم اللي بيتقال في المنهج وانت فاهمه بالعربي، ما بالك بقى لو اتقال لك بالانجليزي وانت اصلا مش عارف انجليزي، فهتكون مشكله كبيره بالنسبه لك. فلو انت ضعيف في الانجليزي بتفكر تخش الكليه دي، فيعني انصحك جدا جدا تحط خطه في الشهرين دول وما تطلعش منهم غير لما تكون كويس جدا في الانجليزي. دي كانت اول مشكله. والمشكله الثانيه اللي ممكن تقابلك، الحاجه الثانيه الرخمه واللي هتزهقك شويه، وهي المنهج شوية صعب في الأول بالذات في البدايات دي، خصوصا إنها بالإنجليزي وأنت طول عمرك طالب عربي، كل حاجة بتاخدها بالعربي. لما بيجي حتى مصطلح إنجليزي بتحاول تعربه، فكون الدراسة كلها والمناهج بتاعتك كلها بقت بالإنجليزي، الشرح بتاعك شوية بالإنجليزي ومصطلحاتك كلها بقت بالإنجليزي، شوية هيبقى رخم معاك في الأول وهتحس إنك بتزهق بالذات في أول ترم. بس في نور في اخر الطريق، مع مرور الوقت هتلاقي ان الانجليزي بقى عادي بالنسبه لك، المنهج انت بقيت فاهمه وبقيت قادر تقرا. يعني عايز اقول لك ان هي في الاخر مساله تعود، انت فاهم. في الاول هتلاقي ان الدنيا صعبه ورخمه وانت مش عارف تفهم وزهقت ومش عايز اصلا تذاكر وكده، بس مع مرور الوقت هتلاقي نفسك بدات تفهم وهتلاقي نفسك بدات تتعود وهتلاقي نفسك ماشي مع الدكاتره كويس وهيبقى حاجه عاديه تماما بالنسبه لك يعني. بس برضه لما تتعود ده مش هينفي ان المواد في بدايتها صعبه وفي حاجات رخمه وفي حاجات انت هتتعب شويه عقبال ما تتعلمها وفي حاجات انت اصلا هتزهق من نفسك وانت بتتعلمها، بس ده العادي. يعني انت حتى داخل في حاجه لها علاقه بالكمبيوتر بقى والكلام ده كله، فهتلاقي الدنيا بتيجي معاك اسهل واحده واحده. بس توقع ان في الاول هتلاقي الدنيا شويه صعبه. هل المجال ده فعلا كله رياضه والرياضه جزء اساسي لا يتجزأ منه وهتكون عائق قدام علم علوم اللي داخل الكليه من علم علوم زي كده؟ واساس البرمجه فعلا هيكون رياضه وصعبه في الفهم وهيكون رخم وكل الحاجات دي فعلا؟ هو ولا يعني هي ايوه الرياضه جزء اساسي من البرمجه، بس في نفس الوقت مش بتعتمد عليها قوي. يعني مش شرط اساس انك تكون خبير في الرياضه وكنت بتقفل في امتحانات الرياضه في ثانويه والكلام ده كله، بس شرط انك تكون عارف رياضه، عارف المبادئ وعارف الحاجات الاساسيه. طب هل هي هتكون مشكله بالنسبه لشخص داخل الكليه من علم علوم؟ ايوه هي فعلا هتكون مشكله لشخص داخل الكليه من علم علوم. علشان انت دلوقتي تخيل ان واحد داخل علم علوم عشان ياخد احياء ومش عايز ياخد رياضه، نط من هنا لقى في وشه الرياضه في الكليه. فلو فعلا الشخص ده ما كانش بيحب الرياضه وما كانش اصلا بيحب ان هو يحل معادلات ويحب ان هو الارقام وكل الكلام ده، فهي هتكون شبه الكابوس بالنسبه له. وعلى الرغم ان البرمجه مش اساسي ومش شرط فيها انك تكون كويس جدا في الرياضه، الا ان فيها مجالات تقريبا كلها رياضه ولازم تعمل حتى ماستر ديجري في الرياضه عشان تقدر تشتغل بالمواد دي، زي مثلا الداتا اناليست والكلام اللي فيه كله رياضه، زي مثلا الذكاء الاصطناعي والمعادلات والحاجات دي كلها. بص، في مجالات في البرمجه معتمده بشكل اساسي على الرياضه، فايوه هي فعلا جزء لا يتجزأ من البرمجه. فلو انت مش بتحب الرياضه فهي فعلا هتكون رخمه شويه وهتكون صعبه عليك وهتزهقك شويه، والمواد اللي تبعها حتى هي اللي هتنقصك كل ترم وهتخلي الجي بي اي بتاعك ينزل تحت الارض. وهنا يجي الحل. هو صح الرياضه رخمه ولا انا ولا انت ولا حتى ابن خالتك بيحبها، بس في الاخر الحل بتاع المشكله دي هو انك تذاكرها، تحضر المحاضرات بتاعتها اول باول وتذاكر المحاضرات دي اول باول، وخطوه بخطوه هتلاقي ان هي ما بقتش مشكله بالنسبه لك. على الاقل خالص انت هتكون عارف المنهج وعارف المسائل اللي عندك في المنهج وبتعرف تحل الحاجات اللي في المنهج بتاعك ده، فخطوه بخطوه هتلاقي ان الرياضه ما بقتش مشكله خالص بالنسبه لك، او على الاقل ما بقتش عائق بالنسبه لك لانك تدخل الكليه دي. فاللي عايز اقوله ان لو انت عندك مشكله في الرياضه وانت ما بتحبش الرياضه وانت طالب علم علوم ومش ناوي تذاكر اصلا في الكليه لما تدخل، فيعني انصحك انك تغير اختيارك خالص وتبعد عن الكليه. انما لو انت بتفكر تذاكر وناوي انك تذاكر فهي مش هتكون بالنسبه لك اي مشكله، بالعكس ده انت كمان هتحبها في الغالب حتى لو انت طالب علم علوم لو ذاكرتها اول باول. يعني هو بصراحه المواد في الكليه ما مش مليانه رياضه ولا صعبه بالشكل اللي انت ممكن تكون خدته عن الفكره اللي انا بقول لك على الكلام ده دلوقتي، بس لو انت فعلا دخلت الكليه وما ذاكرتهاش فانت عندك حاجه زي التفاضل، التكامل، احصاء، معادلات تفاضليه، فعلا الكليه في جزء كبير منها تبع الرياضه. فانت لو ما ذاكرتش مثلا في اول ترم وتاني ترم هتدخل تالت ترم اللي هو في سنه تانية وهتلاقي ان الدنيا بدات تقع منك.
فانا مش بكلمك ان هي صعبه وبخوفك منها قوي كده عشان انت ما تدخلش الكليه، لا، بس عشان تكون عامل حسابك انك لو فكرت انك تهمل في حاجه انت اوريدي اصلا وحش فيها، فانت هتلاقي نفسك بتقع. ودي تقريبا كانت المشكله الثالثه والمشكله الرخمه جدا يعني. وزي ما قلت في الاول ان مميزات الكليه هي انك قدامك شغلانات كتير جدا وقدامك حاجات كتير جدا انت ممكن تشتغلها. في نفس الوقت ده عيب، عشان انت دلوقتي بقى قدامك اختيارات كتير قوي ومجالات كتير قوي متفرعه من المجال بتاعك، انت مش عارف تتخصص في ايه بالظبط او تذاكر ايه بالظبط. وبالتالي نتيجه للاختيارات الكتير اللي قدامك دي انت مش هتبقى عارف تختار ازاي، تختار ايه او تعمل ايه بالظبط. هتحس انك تايه ومش بعيد تتشتت. فصح انت عندك شغل كتير ومجالات كتير وحاجات كتير قوي متفرعه من المجال اللي انت فيه، بس زي ما دي ميزه هي برضو في نفس الوقت عيب. فاعمل حسابك انك لو بتفكر تكون جزء من الكليه دي انك يكون تعرف حد مثلا زي المرشد او منتور او حد يكون معاك، او اعمل حسابك انك هتعمل سيرش كتير جدا 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 حرفيا على كل حاجه انت بتفكر او هتفكر انك تعملها في الكليه دي، عشان انت هتدور على حاجات كتير وهتقعد تدور وهتدور وهتزهق وبرضه هتفضل تدور، عشان ده مجال ما فيهوش اجازات حرفيا. مجال بيتطور يوم بعد يوم وكل يوم فيه حاجات جديدة حرفيا. فانت مش هتخلص تعليمك لما تخلص ال4 سنين كلية او بعد ما تتخرج من الكلية، لا بالعكس خالص، دي هتبقى بس مجرد البداية بالنسبة لك ومجرد بدايتك فعلا. عشان الوقت اللي انت فعلا هتتخرج فيه من الكلية دي هو انك اما تسيب الشغل او لما تموت، ايهما اقرب يعني. فهو صح المجال حلو جدا وممتع جدا وفيه تنافسية وفيه انت بتحب انك تبني الحاجات من الصفر والحاجات دي كلها، بس في نفس الوقت هو بيجي بمسؤولياته الكبيره اللي هتكون عليك. انت هتدور تعمل سيرش وهتتعلم لوحدك اكتر بكتير جدا جدا من اللي انت هتعلمه في الكليه. فاعمل حسابك على حاجه زي كده. وكمان مش هيكون سهل خالص انك تشتغل في مجال من المجالات الكبيره اللي تبع الكليه دي، زي على سبيل المثال انت عشان تشتغل في مجال زي الاي اي او الداتا ساينتست انت محتاج انك تقعد تحضر ماجستير ودكتوراه وتقعد تذاكر كتير وسنين كتير قوي من عمرك عشان تقدر تاخد شغل وتوصل لمجال كبير من المجالات دي. يعني تعليمك لو انت فعلا عايز تشتغل في مجال كبير زي كده هياخد منك سنين وهياخد منك ناس، ولازم تكون عامل علاقات والناس تقدر توصلك للمكان اللي انت عايز تكون فيه ده، وده هيجي بالوقت. بس عايز اقولك ان ده مش هيكون سهل خالص. فهو صح فعلا كل الكلام اللي بيتقال عن الكلية دي من حيث انك هتعمل فلوس كتير وانك هتشتغل من اي مكان وهتعمل كذا وكذا وكذا وكل المميزات دي كلها، بس ده كله انت مش سهل توصل له. ده كله انت هيكون عليك مسؤولية كبيرة جدا وهيكون عليك وقت كبير جدا هياخده منك، وهتقعد تتعلم لوحدك كتير. انت اللي هتعمل سيرش وانت اللي هتعلم نفسك بنفسك، انت اللي هتعمل علاقات وانت اللي هتقدر توصل للناس اللي عندها الشغل اللي انت ناوي تشتغله ده. فهو صح فيه مميزات كتير جدا، بس على قد ما فيه مميزات كتير على قد ما انت هيكون عليك مسؤولية اكبر وحاجات كتير وحاجات اكتر بكتير انت محتاج تعملها عشان توصل للمكان اللي انا بقولك عليه ده. وانا برضو زيك اكيد، يعني انا لسه في تانية كلية، تانية حاسبات، ولسه يا دوبك بستوعب اللي بيحصل. واللي انا قلت لك النهارده ده ما هو تقريبا الا نبذة عن الحاجات اللي انا عرفتها لغاية دلوقتي والحاجات اللي انا دورت عليها وعرفتها وكل الكلام ده. فبص هو الموضوع كبير، بس في كل الاحوال كده كده هنطلع كسبانين منه ان شاء الله. واخيرا الاختيار بيرجع لك انت في انك تختار المجال اللي انت حابب تشتغل بقية حياتك. فلو انت حابب تكون جزء من عيلة المبرمجين والناس اللي بتلبس طاقية سودا في الضلمة وتقعد تكتب كود، او الناس اللي بتبني حرفيا كل حاجة انت بتشوفها على الموبايل في يومك، لو عايز تكون جزء من صناع المستقبل، شخص قادر يشتغل من اي مكان يحبه في اي مكان يحبه وقادر ينفذ الافكار اللي في دماغه، شخص عنده روح تنافسية عالية وما بيزهقش بسرعة وبيحب انه يكتب كود، فاهلا بيك وسط اخواتك في كلية حاسبات وذكاء اصطناعي. كمان لو حابب تعرف اول تجربة والدروس اللي اتعلمتها من اول تجربة ليا في الشغل في اولى جامعة ممكن تشوف الفيديو ده. وبس كده، يلا اشوفك هناك. سلام.